خالد سلمان اللي هو امين عام جمعيه الوفاق يدعي وطنيته قاس، قال الشيخ عبد المحمود اذا دخل درع جزيره البحرين احنا بندخل القوات الايرانيه. شيخ انا اتكلم على بعض حتى اللي عندنا اللي يقول ايش علاقه التدخل الخارجي بالبحرين؟ يا جماعه انا في الكويت ولا بقطر ولا بالبحرين ولا الامارات ولا عمان ولا السعوديه ما سافرت. انا لما اروح الرياض رايح ديرتي. انا لما اجلس في البحرين انا ما اعتبر نفسي مسافر الا بالاحكام الشرعيه بس. انا لما اكون في دوله اوروبيه ولا اسيويه واشوف اي سفاره خليجيه اعتبرها سفاره بلدي. احنا مجلس تعاون موحد، احنا دوله خليجيه واحده، واللي يقول تدخل خارجي قاعد يسوون هذا التدخل الايراني السافر في دوله البحرين مملكه البحرين الحديثه. معنا منو؟ ام محمد، حياك الله ام محمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما اعرف شو اقول يا شيخ، نقول ان القدر يحسن وان العجله تجمع وان على يضحين مفجوعون. يعني يا شيخ نقول له كان مسلم يقتل اخو مسلم، يعني نقول يهودي لو كان مسلم يقتل اخو مسلم، هو يعني يشتغل يعني مو قادر يشتغل. واحنا على الشيخوخ مو قادر اللي عايشين فيها. شلون نرد بالامان حق نفسنا حق اولادنا؟ شلون تنصر يعني؟ ما في فوق شيء ولا شيء. قال وباذن الله عز وجل ترجع البحرين كالراس للفتنه والفساد، سيقلع باذن الله عز وجل وترجع البحرين. معنا الاخت امينه، حياك الله اخت امينه، تفضلي. الله يحييك دكتور نبيل عوضي، عفوا الشيخ نبيل عوضي، اشكرك على وقتك هذه في برنامج زوايا لتسليط الضوء على البحرين. النقاط حقيقه كثيره لكن حابه اسلط الضوء على نقطه واحده، الفئه المعارضه خرجت لتطالب بحقوق كانت معقوله انذاك، ولكن شفنا التصعيد والتعنت في هذه المطالبات. في المقابل هناك فئه ظهرت لتطالب بحقوقها، ظهرت بصوره سلميه حضاريه كلمه ومعنى. فنحن اليوم نطالب، نريد الحوار حتى وان لم تكن هناك طاوله حوار، سنظل نطالب بمطالبنا هذا بطريقه سلميه حضاريه كما عهدنا الجميع. ولكن من بعد اتخاذ اجراء امني صارم